اللحظة دي كانت حلمي من 3 سنين، عشان اوصل لها تعبت تعب مش طبيعي، وده اللي هقوله في الفيديو بتاع النهارده. لو نفسك تبقى بطل كمال اجسام. نيجي عند اول مشاركه ليا في اول بطوله. كانت بطوله كان انا عندي 14 سنه، كانت بطوله حورس. الكلام ده من قيمه 4 سنين. كنت زي ما انت شايف جسمي كان مدهن خالص، ما كانش يصلح ان انا اشارك في بطوله اصلا. لكن كانت الفكره كلها، انا رحت قلت للمدرب بتاع الجيم انا عايز العب بطوله. كنت انا ساعتها عندي 14 سنه، راح دخلني بطوله تحت 19 سنه. الكلام ده من 4 سنين. كان بطولة اسمها حورس. ساعتها لعبت تحت 70 كيلو، كان هم كلهم 9 لعيبة وانا كنت طالع العاشر. ففي اكتر من كده، لكن نزلت كنت عادي. انا عايز اقول لكم ما عملتش يوم دايت واحد، ولا عملت ولا كنت افهم اي حاجه في التمرين. لكن انا من صغري كنت شايف لعيبه كمال اجسام، كنت حابب شكلهم، كنت عايز اعمل زيهم. فقلت وماله اجرب اطلع العب اي بطوله. انا ساعتها كنت شايف ان انا جسمي حلو. وبعديها ب10 شهور جهزت كويس، لعبت بطوله كانت اسمها حسين حطبه، الله يرحمه، الراجل ده متوفي دلوقتي، ادعوا له بالرحمه. كانت بطوله حسين حطبه، نزلت وعملت فيها تاني تحت ال 15 سنه، وزن 70 كيلو. خلصت الماتش ده. بعديها فضلت بتمرن وباكل ومظبط اكلي. ساعتها الفترة دي كنت مع مدرب الله يمسيه بالخير، كان مدرب اسمه كابتن أحمد. كان شخص محترم جدا، وشخص حاول يفيدني بكل المعلومات اللي عنده. وبعديها انتقلت لمدرب تاني اسمه كابتن إسماعيل. كابتن إسماعيل ده من الشخصيات اللي أنا قريبة مني قوي، راجل عمره ما أثر معاه في حاجة، ولازم مهما وصلت لدرجة من النجاح تفضل فاكر اللي وقف معاك في الأول. انا اول مدرب وقف معايا كان مدرب اسمه كابتن احمد. كابتن احمد ده كان واحد بيجي يتمرن عندي في الجيم، فانا كنت لسه لا افقه شيء عن التمرين او عن الدايت او عن البطولات. فهو يعني يعلم ربنا انا بعزه ازاي، ولغايه دلوقتي انا بكلمه. ولو هو بيتفرج على الفيديو ده فانا بشكرك جدا يا كابتن احمد على وقفتك جنبي، وان انت ما استخسرتش فيا معلومه واحده، وقدرت تفيدني بكل حاجه عندك. سبت كابتن احمد، رحت لواحد كان اسمه كابتن اسماعيل. كابتن اسماعيل ده بقى زي اخويا الكبير. كابتن اسماعيل بقى فضل واقف جنبي الحمد لله فتره طويله. بعد ما خلصت مع كابتن اسماعيل قابلني كابتن عمرو موسى. كابتن عمرو موسى برضو مدرسه، الله اكبر عليه، الله اكبر عليه، واخ فعلا كبير ليا، عمره ما استخسر فيا حاجه، وقف جنبي اذا كان في تحضير، اذا كان في ماديه، اذا كان في اي حاجه تتخيلها. وقف جنبي معنويا وماديا وفي التحضير وفي كل حاجه. ربنا يبارك لك يا كابتن عمرو موسى، وقفت جنبي في كل الحالات. كابتن عمرو موسى كانت بدايتي معاه شهر 10 اللي فات. بدات معاه، رحت له قلت له انا عايز ابقى بطل. انا رحت قلت له كده انا عايز ابقى بطل. قال لي نعمل 1 2 3. اول كانت مشاركه لينا كانت في بطوله شلبي كلاسيك مع كابتن عمرو. الكلام ده شهر 2 اللي فات. كانت اول مشاركه ليا انا وكابتن عمرو في ماتش معين. شلبي كلاسيك عملنا تطور جميل وعملنا شكل جميل، بس انا غلطت غلطه كبيره جدا. انا كنت ناشف، جيت قبل الماتش بيوم المفروض هسافر اروح اسكندريه، غيمت بسبب حاجه واحده، ان انا ما نمتش. فضلت مطبق 48 ساعه ما نمتش. انا قلت انا هسافر ومش هنام، حتى اصحابي قالوا لي نام في العربيه شويه، انا ما رضيتش انام. جيت وصلت الصبح كنت ناشف، عقبال ما انا لعبت بالليل بقى تاني يوم كنت انا غيمت وحبست ميه وجسمي كان بايظ وما كنتش قادر اشد ورجلي كانت وجعاني، وخسرت الماتش. ساعتها عملت رابع. جينا كان بعدها باسبوع بطوله مستر ايجيبت. نزلنا بطوله مستر ايجيبت كانت تحت ال 19. كنت انا المفروض لسه بلعب تحت ال 17، بس مستر ايجيبت ما كانش فيها الا تحت ال 19. نزلت مستر ايجيبت عملت مركز خامس تحت 19 سنه. كان معايا ابطال جامدين جدا.
حتى انت لو بصيت على مستواي في مستر ايجيبت ومستواي في شلبي كلاسيك فرق حاجات بسيطه جدا. في مستر ايجيبت نازل انشف ونازل احلى ونازل مليان عشان كنت نايم كويس، لكن في شلبي كنت طالع مغيم والدنيا كانت بايظه خالص. تمام، خلصنا بطوله مستر ايجيبت، عملنا اوف سيزون لمده 3 شهور كده. انا عارف انها مده قليله بس عملنا اوف سيزون لمده 3 شهور. وجيت قبل ماتش ابو فيلو ب 10 ايام قلت انا هلعب. طب ازاي هتجهز؟ لا انا هلعب. مسكت زيرو كارب 10 ايام، كنت بلعب كارديو الصبح وبلعب كارديو بالليل. وعلى فكره مش شرط اللي بيجهز يدخل كميه بروتين عاليه جدا. انا كنت بشتغل على حسب ظروفي. انا طبعي انا كمحمد ما بخليش الظروف توقفني، بشتغل باللي في ايدي مهما كان ايه اللي في ايدي بشتغل بيه، ما بخليش الظروف توقفني ابدا. انا في ايدي 1 2 3 هشتغل بيه، ادام عايز حاجه يبقى هعملها يعني هعملها. انا دي طبعي ودي شخصيتي. كنت بجهز في اليوم ب5 بيضات طول اليوم. سامع؟ 5 بيضات طول اليوم. كنت اروح اقول للناس كده يقول لي اللي انت بتاكله على مدار اليوم انا باكله في اول وجبه. انت بتجهز ليه؟ انت ايه اللي مخليك تفكر ان انت تلعب مطوشه اصلا؟ انت ازاي هتلعب بالاكل ده؟ طبعا شلت كل ده من دماغي. كنت ماشي زيرو كارب، وكنت بحاول ادخل خضار كتير في يومي عشان اشبع. كنت بدخل 5 بيضات في اليوم. كنت بلعب كارديو ساعه الصبح وساعه بالليل وساعه بعد التمرين، وكنت بلعب تمرينتين في اليوم، فكانوا 10 ايام موت. جينا بقى يوم الماتش بتاع ابو فيلو، نزلت عملت اول ميزاني واول اوفر تحت ال17 ونزلت تحت ال19. عملت تاني اول ميزاني كان تحت ال80 كيلو. جينا ده ماتش ايرون مان كمان شهر، طب يلا بينا ناخده معانا في الطريق، يلا بينا. وهي دي اللحظه اللي انا كنت بحلم بيها بقالي 3 سنين، اكبر بطوله بتتعمل في مصر. عملت اول تحت ال17 الحمد لله وبفضل الله. واليوم ده مش قادر اوصف لكم فرحتي. حسيت ان انا عملت الانجاز اللي انا بحلم بيه طول عمري. بقالي 4 سنين بخسر، بقالي 4 سنين نفسي اعمل الاول، بقالي 4 سنين بحلم بان انا اتوج على المسرح. وانا عايز اقول لكم على حاجه، ادام انت بتجتهد وبتسعى ربنا هيكرمك. طول ما انت ماشي في طريق الصح وبترضي ربنا وبتعمل اللي عليك 100% هتلاقي ربنا بيكرمك. نيجي بقى بعد بطولة ايرون مان. خلصنا بطولة ايرون مان على خير والحمد لله، وحتى والدتي كانت معايا وخطيبتي كانت معايا والدنيا كانت حلوة، وهيصنا وروحنا وكلنا وعملنا كل حاجة الحمد لله. خلصنا ماتش ايرون مان. دلوقتي حاليا انا بعمل بالك، ان شاء الله ناوي انزل افريقيا بامر الله بامر الله. ولو الظروف مشيت زي ما انا عاوز ان شاء الله هنلعب الافريقيا، وان شاء الله ننزل نعلق اول. احنا بص طول ما انا بجهز حاطط في دماغي ان انا اول. جيت يوم الماتش اقول انا عملت اللي عليا، اللي يجيبه ربنا كويس. بقى من 2 سنين كنت مع اسماعيل زي ما قلت لكم، كان شخص محترم جدا. وقف جنبي في حاجات كتير. اسماعيل نزلت معاه بطولة القاهرة وبطولة الجمهورية، عملت اول قاهرة. وبطولة الجمهورية انا اتغبيت، انا بقول لكم انا اتغبيت وبوظت كام حاجة في الاكل كده، وفتحت اكل وبوظت الدنيا يعني. انا قلت انا هعمل اول قاهرة اروح الجمهورية اكسب وبتاع، فبوظت اكل الاسبوع ما بين القاهرة والجمهورية. اللي كان عامل ورايا تالت في القاهرة راح الجمهورية وعمل تاني. ف ده مع اسماعيل. وبعد كده زي ما قلت لكم رحت لعمرو. الفوز مش صدفة، الفوز اختيارك كل يوم. لو عايز تبقى بطل يبقى لازم تبدأ من النهاردة، يبقى لازم تتحرك من النهاردة، يبقى لازم تشوف انت محتاج ايه الحاجات اللي وراك اللي لازم تعملها عشان توصل لهدفك، وابدأ اعملها من النهاردة. مهما كانت ظروفك، مهما كانت مادياتك، مهما كانت نفسيتك متدمرة، لازم تشتغل على حلمك. الدنيا بتمشي ولو ما قمتش الدنيا هتفرمك. اسمع مني، شوف انت عايز تعمل ايه واجري وراه. ما تفضلش قاعد في مكانك، ما تفضلش تقول الامكانيات، ما تفضلش تقول ان انا معيش فلوس. اشتغل باللي في ايدك. انا طبعي كده، انا بشتغل باقل حاجه. انت لو اديتني والله العظيم لو اديتني 200 جنيه قلت لي جهز بيهم طول الشهر، والله العظيم لسيستم نفسي واجهز بيهم وتشوفني باحلى شكل اطلع بيه على المسرح. انا مش مجنون، لكن انا عارف قدرات نفسي وعارف ان انا هعمل اللي عليا بكل حاجه في ايدي دلوقتي. مش هقول ده انا مش معايا، ده انا مش معايا، ده انا مش معايا. انا اعلى حاجه جربتها كانت كرياتين.
ده مكمل البوم اللي بالنسبه لي. الناس اللي بتقول لك انا مش هجهز عشان مش عارف اجيب واي بروتين، دول ناس متعودين على الطبطبه، دول ما بيعملوش اي حاجه ولا هينجحوا ولا يعملوا اي حاجه. البطل اللي جايبها من تحت. انا بدايه قبل ما ادخل كمال اجسام كنت اشتغلت كل حاجه تيجي في دماغك، حتى اشتغلت قبل ما ادخل في كمال اجسام اخر شغلانه كنت شغالها كانت فكهاني، شغال فكهاني ببيع فاكهه في الشارع. من فكهاني من ناس، وانا كنت وانا صغير كنت بتعرض لتنمر كبير جدا. فانا عايز دلوقتي اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان انت مهما حصل ما تحبطش، شوف انت عايز ايه وربك كريم. يعني شوف انا انتقلت من شخص بيتعرض لتنمر في الشارع والمشاكل النفسيه وشخص فكهاني في الشارع. انا مش بقلل من اي شغلانه. انا دلوقتي لو قالوا لي اشتغل قدامك شغلانه هتكنس الشوارع، انزل اكنس الشوارع. لو شغلانه كويسه وفيها رزق كويس وقالوا لي انزل اكنس الشوارع هقول لهم ماشي، انا هي شغلانه زي اي شغلانه. انا مش بعيب في شغلانات معينه، لا، لكن انا بكلمكم النقله من تحت لفوق، ان انت تشتغل باللي في ايدك مهما كان في ايدك. كنت باخد في اليوم 25 جنيه ولا اي حاجه، ولا يعملوا معاك اي حاجه. كنت حتى انا فاكر كنت باخد ال 25 جنيه دول كنت بجيب بيهم بيض وبتاع. بس دي كانت حلقه النهارده. ما تنساش تدوس على زرار اللايك وتشترك في القناه، وتكتب لي تحت في التعليقات عايزين نعمل الحلقه اللي جايه عن ايه، والبرامج المخصصه زي ما انت شايف التحولات قدامك اهي. ابعت لي كلمه تدريب هتوصل لك كل التفاصيل. بس وما تنسوش ان انا لسه في البدايه، انا لسه ما حققتش 1% من الحاجات اللي انا عايز احققها. ان شاء الله ان شاء الله هتشوفوني في اولمبي قريب. وبس طول ما انت حاطط في دماغك حاجه فانت هتعملها 1000000%، لان انت شغال باللي في ايدك وما بتتحججش بالظروف. ياما ناس معاها فلوس وعمرها ما بقت ابطال. دايما بتلاقي البطل اللي جايبها من تحت، اللي تعب، اللي شقي واشتغل باللي في ايده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.